السلام عليكم أطباء المستقبل، زملائي الأعزاء، أتمنى تكونوا بألف خير. أولا مبارك النجاح، مبارك الكلية، مبارك وصولك لينا بألف سلامة. عديت على سنة صعبة وعانيت كتير جدا أنا عارف، بس حابب أبشرك إن السنة اللي أنت عديت بيها دي مقارنة باللي جاي يعتبر ولا حاجة. أنا بجيبها لك من الأول أهو بحيث تكون عارف اللي فيها وتكون عارف كويس أنت داخل على إيه. شغل بقى يتعب في ثانوي ترتاح في الكلية ده انساه خالص، ده كان حاجة كده بيضحكوا بيها عليك. طالما وصلت هنا وخلاص بقيت زميل، فحان الآن موعد معرفة الحقيقة المرة. المهم خلينا في موضوعنا، هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة بعدين. أعرفكم بنفسي الأول، أنا أخوكم عمر صبري حسام، طالب في الفرقة الثالثة كلية الطب. نظرا لأسئلة كتير اللي بنتسألها بخصوص الكلية خصوصا في الفترة دي من السنة، فقلت نعمل الفيديو ده واللي هيكون مجرد بداية لسلسلة كبيرة جدا من الفيديوهات هتكون مخصوصة بس لطلبة الطب. هنمشي مع بعض واحدة واحدة في كل حاجة تخص الكلية، بداية من المواد لمذاكرتها، للدكاترة اللي تسمع عليها شرح، لإزاي تذاكر، إيه المشاكل اللي هتقابلك خلال الفترة الجاية. كل حاجة أنت محتاج تعرفها عن الكلية أو أي حاجة ممكن تقابلك أو أي مشكلة أو أي حاجة أنا شخصيا عانيت منها خلال السنتين اللي فاتوا أو أي حد من صحابي هكلمك عنها وعامل لك عنها فيديو هنا على الشانل. وكمان عملت لك جروب على التليجرام بحيث يكون التواصل بيني وبينكم اسهل، ولو في اي مشاكل قابلتك نحاول نحلها مع بعض. وكمان هنزل لك عليه داتا وملخصات وريكوردات لدكاترة كتير جدا هتساعدك خلال الفترة الجاية. طبعا ده غير النصايح وحلول لمشكلات كتير هتقابلك. هسيب لك لينك الجروب في الديسكريبشن، لازم تنضم ان شاء الله، هتستفاد كتير. يلا بقى ندخل في موضوعنا، وهو عبارة عن فيديو خفيف كده هيكون تعريف عن كلية الطب وكل حاجة انت محتاج تعرفها. اكيد في الفترة دي عندك تساؤلات كتير جدا بتدور في دماغك بخصوص الكلية، من نظام الدراسة للمواد لعدد السنين لتقسيم السنين دي عامل ازاي، ايه اللي بيتم بالظبط بعد التخرج، مستقبل الكلية أصلا عامل ازاي، وكمان بعد قرار إلغاء التكليف ايه الطرق اللي بتاخدها أو بتمشي فيها أو ايه التراكات اللي المفروض تاخدها بعد التخرج، وحاجات كتير جدا. فكمل الفيديو الآخر عشان تستفاد من كل كلمة. نبدأ أول حاجة بنظام الكلية، وأول حاجة أنا عاوزك تعرفها هنا هو ايه الفرق بين النظام القديم والنظام الجديد. كان الأول موجود نظام قديم كل الكليات ماشية عليه، والنظام ده اللي خرج معظم الدكاترة أو الخريجين الموجودين في الوقت الحالي، واللي اتلغى من حوالي 6 سنين بس، واللي أول دفعة من النظام الجديد اتخرجت السنة دي. طب النظام القديم ده كان عبارة عن إيه أو ماشي إزاي؟ هو كان عبارة عن 6 سنين كاملين دراسة وسنة واحدة بس امتياز. كان بيكون عندك كل ترم عدد مواد معين، بتدرس المادة كاملة وتخلص عدد المواد اللي عندك في الترم وتمتحن عليها في آخر الترم، وخلاص كده ما بتدرسش المادة دي تاني خالص. أما بالنسبة للنظام الجديد فالنظام بقى مختلف تماما عن النظام القديم، واللي بقى عندك حاجة اسمها مديولات. كل مديول بيتكلم عن سيستم معين من أجهزة الجسم. يعني مثلا في مديول بيتكلم عن CVS أو الكارديو فاسكولار سيستم، ده مديول بيتكلم عن القلب والأوعية الدموية وكل حاجة بتخص النظام ده. مديول تاني بيتكلم عن الاندوكراين سيستم أو جهاز الغدد الصماء، بتعرف فيه كل الغدد الموجودة في جسمك والهرمونات اللي بتفرزها وازاي الهرمونات دي بتأثر على الجسم. مديول تاني بيتكلم عن CNS أو السنتر نيرفس سيستم، ده بتدرس كل حاجة ليها علاقة بالبرين وشغله بالظبط بيكون عامل ازاي، والنرفات او الاعصاب المختلفة وازاي بتأدي وظيفتها، وهكذا بقى باقي الموديولات واللي هكلمك عليها كمان شوية. انا دلوقتي كده اديت لك لمحة عن النظام القديم وكان ماشي ازاي. هنبدأ بقى نركن النظام القديم خالص ونمسك النظام الجديد نتكلم عن كل حاجة فيه. اول حاجة عدد سنين الدراسة وتقسيم السنين دي. انت عندك في النظام الجديد 5 سنين دراسة وسنتين امتياز. النظام القديم زي ما قلنا كان 6 سنين دراسة وسنة واحدة بس امتياز.
طب الخمس سنين دول بيتقسموا ازاي او انت بتدرس فيهم ايه بالظبط؟ انت عندك في النظام الجديد مرحلتين. اول مرحلة فيهم وهي المرحلة الاكاديمية، ودي بتدرس فيهم 8 مواد اساسيين هكلمك عنهم دلوقتي بالتفصيل. وعندك المرحلة التانية وهي المرحلة الكلينيكال او المرحلة الكلينيكية. نبدأ بالمرحلة الأكاديمية، ودي بتكون عبارة عن مجموعة من المديولات. كل مديول بيتكلم عن سيستم معين زي ما قلنا قبل كده، وبتتكون من 8 مواد أساسيين. كل مديول بتدرس فيه 8 مواد، بس بتدرس فيه الجزء الخاص بمحتوى المديول بس. بتاخد جزء بسيط من المادة، وليكن مثلا 3 أو 4 شباتر. بتاخد جزء بسيط من المادة وليكن مثلا 3 أو 4 شباتر. وفي جامعات بتدرس المواد النورمال لوحدها أو 4 مواد بس، بعد كده بتاخد المواد الأبنورمال أو ال4 مواد التانيين. طب إيه هم أصلا المواد اللي بتكون عندك في الأكاديمي؟ وهم عبارة عن 8 مواد زي ما اتكلمنا قبل كده. نبدأهم بأهمهم وهي مادة الفسيولوجي أو علم الوظائف الحيوية، ودي مادة بتدرس فيها وظيفة كل حاجة في جسمك، وكل عضو في جسمك بيعمل ايه بالظبط وايه تأثيره في الجسم. بتبدأ تفهم جسمك ماشي ازاي والعناصر الموجودة بتعمل ايه بالظبط وازاي بتأثر على الجسم، وحاجات كتير جدا هندرسها في المادة دي. تاني مادة واللي يعتبر أكبرهم وهي مادة الأناتومي أو مادة التشريح، ودي طبعا من اسمها مش محتاجة أي شرح. وهي بعد المادة اللي بيدخلوا فيها المشرحة وبتشوفوا جثث وكل الكلام ده، بس مش في كل الجامعات. في جامعات استبدلت المشرحة والجثث بحاجات سيليكون أو أعضاء بتكون بلاستيك كده، نفس شكل الأعضاء بالظبط وشكل العضلات والعظام وكل حاجة. دي بتدرس فيها تشريح جسمك، كل تفصيلة في جسمك عاملة ازاي، شكل الأعضاء وأماكن تواجدها بالظبط، وكل عضو بيكون عامل ازاي، العظام والعضلات وكل حاجة ممكن تتخيلها، كل تفصيلة في جسمك هتعرفها في المادة دي. تالت مادة وهي مادة الهيستولوجي أو علم الأنسجة. عارف انت المادة اللي بتبان بسكوتاية وهي بسكوتاية فعلا؟ فهي المادة دي مادة بسيطة ولذيذة، بتدرس فيها شكل الخلايا أو شكل الأنسجة تحت الميكروسكوب بيكون عامل ازاي، والتركيبات الموجودة في كل خلية. مادة بسيطة بس فيها شوية كلام كتير حبتين. رابع مادة وهي مادة البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية، ودي مزيج كده بين الطب والكيمياء. تبدأ تدرس فيها المواد الكيميائية الموجودة في الجسم زي الهرمونات والإنزيمات وطرق تفاعلها مع الخلايا أو الأعضاء المختلفة، وإزاي أصلا الهرمونات أو الإنزيمات أو المواد الكيميائية دي بتتصنع داخل الجسم، الكربوهيدرات والبروتينات والليبيد أو الدهون، أماكن تواجدها وأماكن تخزينها ونسبتها والحرق بتاعها بيكون عامل إزاي، وإزاي البروتين مثلا بيتكسر ويبدأ بناء مثلا العضلات أو الحاجات دي، إزاي الكربوهيدرات بيتحول لطاقة وحاجات كتير زي كده. بس خلي بالك لأن المادة دي هتعورك جامد مع إنها بتبان بسكوتاية خالص. دول كده الأربع مواد النورمال واللي غالبا هتلاقيهم عندك في أول مديول. نخش بقى على الابنورمال وهما 4 مواد برضو. نبداهم بارخمهم وارذلهم وهي الباثولوجي او علم الامراض. ماده اعوذ بالله يا ابني اسكت بقى خلينا نكمل الفيديو. شفت انت الهيستولوجي كده؟ فدي حرفيا عكسها في كل حاجه. تبدأ برضو تشوف الخلايا والأنسجة بس المصابة، عكس الهيستولوجي اللي كنت بتشوف فيه الخلايا والأنسجة في الوضع الطبيعي بتاعها أو النورمال. بتشوف الميكروسكوبيك بيكتشر والجروس بيكتشر، وعلى أساس كده بتبدأ تحدد الخلايا المصابة وطرق إصابتها والأمراض اللي ممكن تسبب الشكل ده بين الإصابة زي التيومر أو السرطانات أو حتى الأمراض العادية. بعد كده المادة اللي شكلها هتعورك وهي فعلا هتعورك ألا وهي الفارماكولوجي أو علم الأدوية. هتدرس فيها الأدوية المختلفة وتفاعلاتها على الجسم، ازاي الدواء بيمتص، ازاي بيحصل له اكسكريشن أو الجسم بيخرجه، ازاي الدواء بيتوزع داخل الجسم وبيروح للتارجت أورجان أو الهدف المصاب أو المنطقة المصابة، السايد افكت بتاع الدواء أو الآثار الجانبية، مين ياخد الدواء ده ومين ما ياخدوش.
وبدايل الدواء ده ايه لو مريض معين ما ينفعش ياخد المادة الفعالة دي او النوع ده من الدواء، وحاجات تانية كتير هتعرفها وانت بتدرس المادة دي. سابع مادة وهي الميكرو بيولوجي او علم البكتيريا، بتبدأ تدرس انواع مختلفة من البكتيريا وازاي بتصيب الانسان او ازاي بتدخل جسم الانسان، وايه الامراض اللي بتسببها وازاي تعمل لها بريفنشن او كنترول. تامن مادة واخر مادة وهي الباراسيتولوجي او علم الديدان، زي ما سمعت كده فعلا علم الديدان. دي مادة كده اعوذ بالله ما تعرفش ايه علاقتها بالطب اساسا، تبدأ تدرس فيها انواع الديدان المختلفة وازاي بتنتقل للانسان، وايه الكائنات اللي بتنقلها للانسان اصلا، ايه الامراض اللي بتسببها، وايه الاورجنز اللي الديدان دي بتعيش فيها، ازاي تعمل لها كنترول وبريفنشن، ازاي تعالج الامراض اللي بتسببها الديدان المختلفه، دورة حياة كل دودة من الديدان دي وازاي بتعيش. حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير هتعرفها في المادة دي. كده احنا اتكلمنا بالتفصيل على اول مرحلة انت هتمشيها في الكلية وهي المرحلة الأكاديمية. فأي حد عنده أي سؤال بخصوص الجزء اللي فات ده يسيبه في كومنت وهرد عليه. هنبدأ في مرحلة جديدة خالص مختلفة عن اللي فات، بس مترتبة عليها شويتين. ممكن نعتبر المرحلة الأكاديمي ده زي بيز أو قاعدة للمرحلة الكلينيكال، فلازم تهتم جدا بالمرحلة الأكاديمي وعلى قد ما تقدر حاول تحصل منها معلومات ودرجات. نيجي بقى للكلينيكال، ودي بقى المرحلة اللي بتبدأ تدرس فيها التخصصات بالتفصيل. كل تخصص بيكون عندك في وقت معين أو حاجة زي المديولات كده، زي مثلا الجراحة والبطنة والنساء والأطفال، العظام، الرمد، الENT أو الأنف وأذن، وباقي التخصصات المختلفة. كل تخصص بيكون عندك في فترة محددة زي المديولات كده أو بنظام شبيه المديولات. كل ترم بيكون عندك عدد من التخصصات معين، وليكن مثلا كل ترم عندك أطفال ونساء، ترم يكون عندك مثلا جراحة وبطنة، على حسب كل كلية بتكون محددة أو ماشية إزاي. وبداية من المرحلة دي بتبدأ تنزل المستشفى تتعامل مع المرضى وتشوف الحالات بعينك، بس كتدريب يكون معاك بقى مدرس مساعد أو استشاري يبدأ يشرح لك على الحالات أو المرضى الموجودين في الجسم ده. وده هياخدنا لمرحلة تانية خالص وهي مرحلة الامتياز. انت خلاص دلوقتي بقيت خريج وخلصت 5 سنين دراسة، تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الامتياز. دي بتكون عبارة عن سنتين بتبدأ تتقسم على التخصصات. يعني مثلا بيكون عندك كل 3 شهور أو 4 شهور راوند في تخصص معين، تبدأ تعرف كل حاجة ليها علاقة بالتخصص ده. ودي المرحلة اللي بيتم إعدادك فيها كويس جدا، بحيث إنك بعد كده خلاص تاخد تخصص معين وتبدأ شغلك فيه، فلازم تتدرب كويس جدا في التخصص ده. ودي المرحلة اللي بتبدأ تحدد فيها التخصص اللي انت حابب تتخصصه بعد كده. في المرحلة دي انت خلاص بقيت دكتور رسمي بس تحت التدريب زي ما بيقولوا. وده هياخدنا لمرحلة تانية خالص مختلفة عن السنين اللي فاتت في كل حاجة. وبعد ما تخلص سنتين الامتياز تبدأ مرحلة جديدة مختلفة تماما عن كل المراحل اللي فاتت، واللي بتتقسم لكذا طريق وكذا مرحلة برضو، واللي هكلمك عن كل مرحلة فيهم بالتفصيل في الفيديو اللي جاي أو في الجزء التاني من الفيديو ده، لأن الفيديو ده وسع مننا حبتين وبقى كبير جدا. فتأكد إنك عملت سبسكرايب وفعلت زر الجرس علشان أول ما الفيديو ينزل تسمعه على طول، ودخلت جروب التليجرام علشان تستفاد من كل حاجة هتنزل فيه وتشوف الفيديوهات الجديدة وتوصلك باقي السلسلة اللي هتكلم فيها عن موضوعات مختلفة وكلها مهمة بالنسبة لك. طبعا ما تنساش تعمل لايك لأن ده بيساعد الفيديو ينتشر أكتر، وتشير الفيديو ده لصحابك يمكن حد منهم يستفاد. بس كده يا شباب، سلام.